السلام عليكم. أهلا بكم في عالمي الصغير. أنا هانا دولتشي إي سالاتو. قررت نغير لكم الروتين قليلا. الوصفة راح تكون مكتوبة أمامكم، لكن وراء الوصفة راح تكون حكاية سمعية فيها عبرة أو موضوع أو لحظات مرت في حياة كل واحد فينا. الآن خلينا نطبخ ونحكي ونستمتع بالرحلة مع بعض. العنوان: من الأولى بخدمة الأم؟ في دار بسيطة كانت ساكنة الحاجة فاطمة، مريضة وطايحة في الفراش، تعيش مع وليدها سامي ومرته خديجة. خديجة كانت حنينة عليها وتعاملها بالحسنى كما الأم، تنظف لها، تبدل لها، تطيب لها وتصبر عليها. لكن الحاجة كل مرة تقول يا ريت بنتي نسرين كانت معايا. خديجة تسمع يوجعها قلبها، تقول لسامي وحيد أمه أنا نخدمها بالقلب والنية الصافية وهي تتمنى في بنتها. يرد عليها سامي ويقول لها قلب الأم ديما يبقى متحير، ما عليهاش لوم. في يوم من الأيام جات نسرين، دات يمها عندها يوم ولا يومين. في النهار الثالث عيطت لخوها، قالت له أرواح اديها عليا، ما قدرتش، ماشي سهل. رجعت الأم المسكينة متحسرة وعينيها مغرغرين ومعمرين بالدموع، ما لقيت ما تقول. نشوف في عينين مرت وليدها وبهي تقول في قلبها يا ريتها كانت بنتي. تشوف فيها بكل امتنان وفي قلبها ألف حكاية وحسرة. هنا وش نستنتجو؟ مش ديما الدم هو اللي يثبت الوفاء، كاين ناس يخدموك ويسخرهم لك ربي بدون نسب. قولوا لي، كون جيتوا في بلاصة خديجة تكملوا والله العلا؟ وشكون أحق بخدمة الأم المريضة المسكينة، مرت ولدها اللي تسكن معها ولا بنتها الغايبة؟ كانت معكم هانا دولتشي إي سالاتو. لا تنسوني من دعمكم أو من نقدكم البناء. شكرا.